يطلع بالجمال ده ويفور كده. يا اما صايك حبايبنا الغاليين، النهارده بقى هنعمل لكم ايه شويه ستريبس، يعني فرايد تشيكن في البيت. هنعمله ستريبس بالكريم اونيون والهوت هاني، حاجه تحفه. هنحضر لها محلول النقع بتاعها. هننزل بتلج وميه طبعا ساقعه، شويه فلفل حصى، واحدتين حبهان، 2 قرنفل، ليمونه مكسوره 2. هننزل بمعلقه ملح ومعلقه سكر ورق لوري وينسون نجم بس وشرايح ليمون، ونبدا ان احنا ننقع فيها الستريبس بتاعنا. ده ممكن نسيبوه ساعه او ممكن نسيبوه اكتر من ساعه، بس يكون في درجه تبريد. معايا عصير 4 ليمونات، معلقه خل كبيره، معلقه كاري، معلقه ملح، توم باودر، بصل باودر، نص معلقه قرفه، نص معلقه جنزبيل، معلقه بابريكا، زعتر سوري. هنزل بالزبادي وهنزل بشرايح توم. علشان نحضر البريدنج هنحط نفس البهارات اللي حطيناها على تتبيله الفراخ. عندي الستريبس اهو تتبيله لمده 6 ساعات، يعني هخلي اقل حاجه عندنا 4 ساعات. انزل بالستريبس بتاعنا فيه، بس الخطوه المهمه ان انا ادعكهم جامد قوي. بعد كده بقى ايه، اطلعهم كده، انزل بالستريبس بتاعي في الميه الساقعه بتلج، وارجع تاني في نفس البريدنج وادعك جامد. بص بقى المنظر اللي كنت بتشوفه في المحلات بس هتشوفه معايا في البيت بتاعك عادي. طبعا في محلات الفرايد تشيكن بيبقى الزيت عندهم كتير، طب احنا عندنا عشان نعمل كميه زيت تبقى كويسه للستريبس او لاي حاجه هنقليها، يبقى الزيت في حاجه صغيره بحيث ان هو يبقى عميق، وبنسخنه على درجه 150. طب 150 دي هنظبطها ازاي في البيت؟ يعني هنخليها ايه، درجه متوسطه. زي بالستريبس بتاعنا هنحضر صوص الهوت هاني. هننزل بعسل في طاسه، بعد ما العسل بدأ اللي هو يسخن معانا كده ننزل عليه بشرايح توم وشطه قرون هنطحنها وتوم باودر وسنه بابريكا. ده شكل الهوت هاني بعد ما خلص. عشان نحضر كريم اونيون هننزل بمعلقه زبده، بعد ما الزبده ساحت هننزل بالبصل بتاعنا، يكون بصل ابيض ومتقطع شرايح كده. ننزل بكريمه طهي بتاعتنا. بعد ما الكريمه غلت معانا شويه هينزل عليها فلفل اسود وملح، وينزل عليها بتوم باودر ونقلبها شويه. وده الكريم اونيون بعد ما خلص. الستريبس بتاعنا لما نيجي نطلعه على شبكه كده عشان يصفي الزيت بتاعه، ولا نحطه على مناديل ولا ورق زبده، لان هيطري المنتج بتاعي. انا عايز احافظ على القرمشه بتاعته. بص بقى الستريبس نفسه من جوه عامل ازاي. هنجرب كده ايه بالهوت هاني. بسم الله. سامعين القرمشه والجمال طبعا. الستريبس بالهوت هاني تحفه طبعا لو انت بتحب الحامي. نجرب بقى قطعه بالكريم اونيون. تحفه. بس كده، ده كان فيديو النهارده عملنا فيه طريقه الفرايد تشيكن بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وما تنساش ما تعرفش تطبخ تاكلش اندومي، وتعالى اتعلم وصفات الكومي.